السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن عالم صغير مليان أسرار. أهلا بيكم في حلقة جديدة من معلوماتك اليومية. النهاردة هنتكلم عن عالم صغير بس منظم بطريقة عبقرية، مملكة النمل. إزاي الكائنات الصغيرة دي قدرت تبني مجتمعات كاملة، وإزاي بيشتغلوا مع بعض كأنهم جيش متكامل. تابعوا معايا عشان تعرفوا الحكاية. النمل مجتمع منظم بطريقة عبقرية. النمل مش مجرد حشرة صغيرة بتتحرك عشوائي، بالعكس عندهم نظام معيشة متكامل شبه المجتمعات البشرية كده. كل مستعمرة فيها 3 أنواع رئيسية من النمل: الملكة والعمال والجنود. الملكة دي المسؤولة عن وضع البيض واستمرار الحياة في المستعمرة، من غيرها يعني مفيش مستعمرة. العمال هما اللي بيشتغلوا طول اليوم وبينضفوا ويجيبوا الأكل ويهتموا بالصغار. الجنود دول الحراس اللي بيدافعوا عن المستعمرة ضد أي خطر. الملكة ودورها في المستعمرة. ملكة النمل مش مجرد أي نملة، دي الأساس اللي المستعمرة بتعتمد عليها بالكامل. الملكة بتقدر تعيش لسنين طويلة، وعندها قدرة على وضع الآلاف من البيض، يعني من غيرها مفيش مستعمرة. إزاي النمل بيتواصل مع بعض؟ لو فكرت إن النمل بيتكلم مع بعضه فأنت مش غلطان خالص، بس مش بالكلام اللي احنا نعرفه. النمل بيستخدم حاجة اسمها الفيرومونات، وهي مواد كيميائية بتفرزها علشان يبعت إشارة لباقي النمل. زي مثلا لما نملة تلاقي أكل تسيب أثر كيميائي على الأرض، فيجي باقي النمل وراه كأنه ماشي على خريطة مرسومة. أسرار وحاجات غريبة عن النمل. تخيل إن في أنواع من النمل بتزرع فطريات عشان تتغذى عليها، وفي نوع تاني بيشن حروب على مستعمرات نمل تانية عشان ياخدوا الموارد بتاعتهم. وكمان في نمل بيعيش تحت المية. الطبيعة مليانة عجايب، والنمل واحد من أكتر الكائنات العجيبة فعلا. أهمية النمل في البيئة. بعض الناس ممكن تشوف النمل كحشرة مزعجة، لكن في الحقيقة النمل ليه دور مهم جدا في البيئة. بيساعد في تحسين التربة ونقل البذور، وكمان بيشتغل كمنظم طبيعي لأنه بيتغذى على الحشرات الميتة. يعني حتى وهو صغير ليه تأثير كبير على النظام البيئي. وده كان جزء بسيط من عالم النمل المليان أسرار. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. معلوماتك اليومية دايما معاكم بحلقات جديدة ومعلومات ممتعة. أشوفكم الحلقة الجاية.